لو أن شخصا معدما أعطي قميصا جميل المظهر فاخر القماش باهظ الثمن ويعيش في قرية يهتم أهلها بالمظاهر، كيف سيكون حال ذلك الشخص مع هذا الثوب؟ سيحرص عليه بالطبع، نظيفا مرتبا، كلما اتسخ بادر لغسله وتنظيفه واجتهد في نظافته حتى يحافظ على مكانته بين الناس، وذلك بديهي جدا. ماذا لو كنت أنت ذاك الرجل والثوب هو قلبك والناظر إليك هو الله خالقك، بينما تلك الأوساخ هي أفعالك السيئة وذنوبك؟ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصايا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للمسلمين لا لغيرهم. يعلم الله أننا غير منزهين عن الخطأ والذنوب، نحن بشر في المقام الأول، كلنا غارق في ذنوبه، ولكننا مستورون بستر الله. ولذلك شرع لنا الاستغفار ودفع السيئة بالحسنة. ادفع بالتي هي أحسن، إن الحسنات يذهبن السيئات، كما يقول عز وجل. نخطئ جميعنا، نقصر، نذنب، ولكن لا يستوي من يصر على الغوص في ذنوبه دون رجعة، ومن يتذكر مقام ربه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نخطئ، نستغفر، نبادر بالعمل الصالح، لا نرخي آذاننا للشيطان حين يأتي إلينا كواعظ ويقول: والله آمنت قريش، كيف تعصي وتعبد يا مرائي يا منافق؟ بل أعبد وأزيد من العبادة لأنني أعصي. يريد أن يمنعنا من أن نغسل قلوبنا من أوساخ الذنوب حتى لا يعد صفحة نقية كما يجب أن يكون. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. جرب أن تملأ إناء مقلوبا، هذا هو القلب ممتلئ بالذنوب، هو ذنب واحد في البداية كذرة من بقايا رماد مشتعل، فإما أن تتقبلها على صفحتك البيضاء فتجر ما بعدها، أو تزيلها وتسلم أذاها. فالقلب الذي يتشرب القذار أجلكم الله لن ينتفض حين تصيبه أخرى، فهو مهترئ بال منتكس بما فيه، يجر صاحبه نحو المستنقعات، حتى إذا جاء يوم الفصل يقبل الناس على الله بقلوب طيبة طاهرة نقية، ويأتي الفاسد بقلب يملأه المرض يعلوه السواد، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم.